موسيماني يبحث عن بديل أفشة بعد فشل الخطة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك ضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. تسببت إصابة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حالة من الأرق للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر الذي لم ينجح بمساعدة ومعاونة جونسون المدرب العام للفريق في توفير بديل لأفشة، خاصة بعد خضوع ناصر ماهر لجراحة في الكتف، ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، فضلا عن إصابة وليد سليمان في الركبة والتي تسببت في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية. ويعكف موسيماني على طاولة عمله في الحجر الصحي بإحدى المستشفيات في القاهرة على توفير بديل محمد مجدي أفشة خلال اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، خاصة بعدما فشلت الخطة الجديدة التي اعتمد عليها في طريقة لعبه بالمباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بعد مشاركة 3 لاعبين وسط في الملعب دون منح لاعب منهم مهام صانع الألعاب، وهو ما أكده المدرب العام في تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة. ويرغب موسيماني في تجهيز بديل جيد لمحمد مجدي أفشة تحسبا لتعرضه لأي إصابة في الفترة المقبلة، وخاصة أن الفريق الأحمر يستعد لخوض كأس العالم للأندية مطلع شهر فبراير المقبل. وبات وليد سليمان الأقرب للمشاركة في مركز صانع الألعاب خلال لقاء الأهلي المقبل أمام الاتحاد السكندري بعد تعافيه من آلام الركبة، إضافة إلى دراسة موسيماني لتوظيف طاهر محمد طاهر في ذلك المركز، خاصة أنه شارك فيه خلال تواجده في صفوف فريقه السابق المقاولون العرب. ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:30 مساء الاثنين المقبل على استاد الأهلي بالسلام ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث كان من المقرر أن يلعب الأهلي يوم الاثنين مع الزمالك في قمة الدوري المصري قبل أن يتم تأجيلها من قبل اتحاد الكرة المصري. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.